سلام الله عليكم حبيباتي الغاليات، مرحبا بكم دائما في قناتكم خياطة أم ماهر. نرحب بالجميع، نرحب بالمشتركات الجديدات ونقول لهم مرحبا بكم في قناتكم. مشتركاتي أيضا نشكرهم على الدعم وعلى التعليقات الجميلة الطيبة. مستمرين دائما في سلسلة قنادر الدار، قنادر الكتان اللي راهم عليهم طلب كثير. كل مرة يكون عندي موديل يعني ما حطيتوش من قبل، يعني باش ما نديروش التكرار نحاول نفيدكم به. لهنا عندي مترين من القماش الكتان، فيه شويه لي بيغل او لي بيغ هذوك الصغار، وايضا عندي متر ونصف من هذا الكالون اللي يدير 60,000 او 65 في المتر. عندي ايضا مترين ونصف من الدونتيل، هذا اللي يجي شويه الاستيكي، راح نديروا بهم موديل جميل جدا ان شاء الله راح يعجبكم. اول حاجه درتها باش نتفاداو يعني انه يكون الفيديو طويل، درت الباترون دو باز اللي نخدموا به في كل مره، تلقاوه في عده فيديوهات. باترون دو باز تحطي فيه القياسات تاعكم فقط. عيننا الرقبه، هبطنا فيها 3 اصابع للتعيين فقط. لهنا فصلت الامام عن الخلف وجيت بديت نخدم في الرقبه تاع الظهر تاعنا. هبط جهه الابط 12 سنتيمتر وراح نجي لهنا نعين حوالي 29 سنتيمتر. يعني هذا القياس راهو ماهوش ثابت، تقدروا تبدلوه كيما تحبوا. اللي تحب تتبع واش راني نخدم تكمل معايا 29 سنتيمتر، لانه هذا الشيء كامل هذا اللي راح نحيوه راح نعوضوه بالدونتيل، يعني ما راحش تجي القندوره عريانه. تبعوا معايا فقط وبربي ان شاء الله راح يعجبكم الموديل وتستفيدوا من الطريقه. نديروا هاد الاقواس فقط، عينك ميزانك. درت 3 اقواس، قوس 2 3، وراح نروح نقصهم بهذه الطريقه. كي نقصهم راح تبان لكم الشكل اللي درتو. تقدروا ايضا تستغناو على الاقواس وديروا فقط في، يعني تجيبوا من النقطه اللي عيناها 12 سنتيمتر عند الابط وتهبطوا عند النقطه اللي هي المنتصف تاع الرقبه، ديروا فقط في، لانه هذا الشكل راح يتغطى فيما بعد بالكالون. يعني تقدروا ديروا فقط في عوض عن هاد الاقواس. ملاحظه، هذا القماش شويه متعب لانه فيه هاد الاحجار يكسروا لك البرا، لازم تنتبهي كل ما تجي تخيطي تنقي. يعني انا الشيء الوقت اللي ديته في انه نقي اكثر من الفصاله والخياطه. يعني كل مره نروح للحواف هذوك اللي حنخيطهم نحي منهم لي بيغ، ولي بيغ لاصقين بطريقه جيده جدا، ما قدرتش باش نحيهم بسهوله. هذه الرقبه تاع الامام هبطت من لهنا 35 سنتيمتر، درت من لهنا 7 سنتيمتر، ودرت الرقبه الامام تاعي كما قاعدين تشوفوا راهي كبيره بزاف، تهبط حتى فوق الابط، فوق عفوا الخصر بشويه، لانه هذا الجزء كامل راح نعوضوه بالدونتيل. راح تشوفوا الطريقه، تبعوا معايا لاخر الفيديو باش تفهموا. لحد الان نظن انه مفهوم، يعني فقط قياسات طبقوها كما ذكرتها لكم. ايضا هذا الاقواس تحبوا ديروا هذا الاقواس يعني من الامام يجيو ملاح احسن من الخلف. لهنا درت ايضا 3 اقواس بهذه الطريقه. نمروا الان للرقبه تاع الامام. هذاك الجزء الرقبه عفوا تاع الظهر، هذا الجزء اللي نحيته مانيش راح نرميه، راح نستعمله كباترون. نروح ندير لهنا 18 سنتيمتر وندير رقبه في ونقصها بهذه الطريقه. هذه القطعه القماش راح نستعملها كباترون باش نقدر نعوض بالدونتيل بطريقه يعني جيده. يعني كي نحط فوق الدونتيل تجيني مطابقه لهذه القطعه، نعوضها طبق الاصل. نحط بهذا الشكل، هذا هو الشكل اللي نحتاجه في الظهر. راح نجيب الدونتيل تاعي، انا اخترته غوز، يعني كل وحده تختار اللون اللي يتناسب مع القماش تاعها. حطيته بهذا الشكل يعني كروازي، بحيث انه يكون يكفيني للرقبه تاع الظهر. اكيد كي نقص راح نخلي 2 سنتيمتر مع الحواف حق الخياطه. شوفوا كيف حطيته، يعني نحطوا الحافه تاع الفي تاعنا مع الحافه، والنقطه هذه تاع الصدر تكون مع النقطه تاع الدونتيل، لانه كون نفوتوها شويه راح تجينا الرقبه عريانه على الشيء اللي حطيناه، ما تجيناش 18 سنتيمتر. هذا هو الشكل بعد ما قصيت، نخليو 2 حتى 3 سنتيمتر. واكيد اكيد لازم تحكموا بلي زيبانغل باش ما يتحللناش هذاك الدونتيل من بعد، ويكون يعني سهل لنا عمليه الخياطه. هذا هو الشكل تاعنا، شوفوا كيفاه جا. ايضا نحكم لهنا بلي زيبانغل باش ما تتحركليش، ونحافظ على القياسات تاعي اللي حطيتهم يكونوا لي مضبوطين وما يتغيروا ليش كي يتحرك الدونتيل.
هذا هو الشكل تاع الرقبه اللي نحتاجها تاع الظهر. من بعد راح نركبوها مع بعض في جزء الخياطه. نتمنى يكون الشرح مفهوم وكافي. الان نمروا للرقبه تاع الامام. رقبه الامام واش راح نديروا؟ راح نجيبوا الدونتيل تاعنا المتبقي، نجيبوه بهذا الشكل، نقسموه على 2 كما لبنا. الدونتيل راهو يجي عريض، نقسموه في الوسط باش نتحصلوا على عده قطع. هذا القطع من بعد راح نعتلكم كيفاش راح نحطوهم، يعني نحطوا وحده فوق وحده بهذا الشكل. شوفوا تجي يعني باش نعوضوا هذوك الاجزاء اللي يجيو في الصدر عريانين، راح نحطوهم فوق بعض بهذه الطريقه، وحده تحت وحده، حوالي 4 إلى 5 طبقات. راح نشوفوهم فيما بعد في جزء الخياطه. بالنسبه للمونش تاعنا راح نفصل المونش الاول اللي فيه العرض 25 على 22 سنتيمتر. الدونتيل راح يكون اقل بحوالي 2 إلى 3 أصابع، اللي فوقها تكون أقل أيضا ب 2 إلى 3 أصابع بهذا الشكل فقط. يعني كي تفصلوا الجزء الأول تاع القماش راح تقدروا تفصلوا الطبقتين الأخريتين. هذا هو الشكل، يعني حابه نحط لكم باش تشوفوا الشكل. لهنا المونش تاعنا يجي عريض لانه راح يكون فيه طيات عند الكتف باش يجينا يعني بومبي ويجي ملاح، يعني مراوح يتكونوا من 3 طبقات. هادو هما الطبقات تاعنا. نفصلوا لي مونش تاعنا اللي نتحصلوا على 6، يعني 3 للمونش الاول و3 للمونش الثاني. هذه هي الطريقه. يعني خدمت هذا المونش من قبل في قندوره بلو بي، تقدروا تلقاو ايضا الطريقه بالتفصيل. راح يكون عندنا هذا الشكل بعد الخياطه. الان في جزء الخياطه، اول حاجه درتها واول حاجه نحيتها عليا هي انه حطيت الطبقات الثلاثه فوق بعضهم ومريت عليهم بالسيورجي وبالخياطه. علاه؟ باش نثبت هذوك الطبقات، وايضا درت كفه او عطفه بالنسبه للطبقتين اللي راهم بالقماش، ودرت السيورجي. لهنا راني فينيت عليا لي مونش تاعي. من بعد راح تبقى لي فقط التركيب. الان الشيء اللي راح نزيد نديرو هو انه خيط لي بانس تاعي. قندوره درت لها لي بانس في الظهر وفي الامام، وسجفت الرقبه تاع الامام تاعي. يعني طريقه السجاف تعرفوها كامل. نحطوا الوجه مع الوجه مع القماش. اكيد حاولوا تنقيو، يعني كيما انا هذا فيه الاحجار بزاف، يعني نقيت حتى سجاف نقيته باش خيطته. يعني كانت عندي صعوبه بزاف في هاد القندوره على جال الاحجار هادو كيكسروا لي البرا. سجفت فقط، درت السيورجي فينيت نحدد. اكيد تحبوا تخليو الحديد للاخير حتى تكملوا القندوره نهائيا. من بعد راح نعتلكم الان كيفاش راح نعوضوا هذا الجزء اللي هي الرقبه هذه اللي تجي كبيره حتى تقريبا لا طاي. كيفاش راح نعوضوها؟ بالدونتيل. انا ديت عده طبقات من الدونتيل، يعني لازم نشريو 2.5 متر باش يكفينا للظهر واللي مونش والرقبه تاع الامام. راح نديرو 4 إلى 5 طبقات، يعني على حسب عمق الرقبه اللي تحبوه نتوما. اذا حابينها الرقبه تجي شويه صغيره ديروا 5 طبقات، اذا حابين شويه هابطه ديروا 4 فقط يكفيو. نحطهم بهذا الشكل ونحاول نحط القماش او الرقبه فوقهم ونحكم بلي زيبانغل بهذا الشكل. انا درت 5 طبقات كما قاعدين تشوفوا. الدونتيل يجي فوق الدونتيل، يعني طبقه فوق طبقه، ونحكموهم بلي زيبانغل كامل باش كي نمر بالخياطه ما يتحركوليش. نجي لهنا على آلة الخياطه ونمر، نبدا من هذه الجهه، نثبت الخياطه تاعي، نرجع للخلف ونخيط ونمر بالخياطه على بعد 1 حتى 2 ملم فقط. يعني نحكم على الحرف تاع القندوره تاعي او السجاف تاعي ونخيط. نحاول انه نخيط بشويه، ما نخليش الدونتيل تاعي يتحرك. يعني نخيط بشويه يكون عندي الوقت وما نعاودش نفك كل مره ويتقطع لي القماش ولا يكون عندي لي ديفو. بهذا الشكل حبيباتي، نتمنى ايضا تدعموا القناه. دائما نذكركم فضلا وليس امرا تدعموا القناه تاعكم اللي هي منكم وليكم بالجيم وكومنتير وبارطاج على مواقع التواصل الاجتماعي باش تحفزوني باش نقدم المزيد.
بعد ما خيط لو تور كامل تاع الرقبه، ثبت يعني الدونتيل تاعي، ايضا لازم نقوم بالخطوه هذه. الخطوه هذه اللي هي انه نثبت الدونتيل فوق بعض. نجي لهنا على بعد 1 سنتيم من كل طبقه ونخيط من الحرف للحرف، يعني من الجهه اليمنى الى الجهه اليسرى او العكس، باش نثبت هذاك الدونتيل، لانه راح يبقى يعني يتحرك ويبقى يهبط كون ما نخيطوش. نخيط هاد الجهه وهذه يعني كامل نخيطهم من الاول للاخر. نفس الشيء درته في الرقبه تاع الخلف، خيطت لي بانس، سجفت الرقبه تاعي وركبت، حكمت بلي زيبانجل، ركبت الرقبه اللي درناها مع بعض في جزء التفصيل فقط. الان نجيو بعد ما ركبنا الاكتاف مع بعض، نجيو لهنا، هبط بحوالي 18 سنتيمتر، وراح نركب لي مونش او المراوح تاعي. نحط، درت لهنا اشاره بالطباشير الاحمر، وراح نحط الوجه مع الوجه بهذا الشكل، نحط مع البدايه او نحط فوق الاشاره اللي حطيتها، يعني هبطت من الكتف حتى الاشاره هذه 18 سنتيمتر. تقدري تهبطي 16 سنتيمتر، تقدري، المهم ما نهبطوش بزاف، لانه نخليو حوالي 4 اصابع من الاسفل، لانه باش ما يجيناش الابط يعني محشور بزاف بهذا الشكل. ونكون عينت المنتصف تاع المراوح تاعي باش نقدر نحدد عدد الطيات اللي راح نديرهم في راس الكتف. نخيط بهذا الشكل، كي نقرب للكتف نحط المنتصف تاع المروحه مع المنتصف تاع الكتف، وبهذا الشكل نكون عينت عدد الطيات اللي حنديرهم. اللي هنا تحصلت على 4 طيات، راح ندير 4 من هذا الشكل و4 من الجهه الاخرى، ويكونوا متجهين في نفس الاتجاه، يعني متجهين لبعضهم. ونروح نمر بالخياطه ونلم القندوره تاعي ونروح نزينها ونعتها لكم كيفاش جات. اذا حبيباتي، هذه هي القندوره تاعنا على الماكا. يعني طريقه التزيين ترجع ليكم، تحبوا تستغناو على الورود، تحبوا ديروا احجار، تحبوا ديروا كالون رقيق، يعني كل وحده وكيفاش. هذا يعني التزيين وهذه الاشكال يعني اذواق، كل وحده واش تطلب. انا مولاتها قالت لي حابه قندوره شارجيها لي، لانه راح نلبسها في العرس، ماهيش تاع دار وماهيش يعني تاع عيد، ولا راح نلبسها في العرس. ماذا بيا كيما على بالنا دوكا الاعراس راهم ينداروا في الديار، يعني القنادر لازم يكونوا شارجي اوليو باش نلبسوا الثقيل. يعني كل وحده والذوق تاعها، تلبس بالصحه مولاتها. هذا هو الظهر تاعنا، شوفوا كيفاه جا. الماكا ماهيش قدها يعني قد، لكن مولاتها راهي قدها. نتمنى الموديل تاع اليوم حبيباتي يعجبكم، ونتمنى تستفيدوا من الطريقه، يعني طريقه سهله ومبسطه. حاولت نشرح لكم على قد ما نقدر. الى فيديو اخر والى موديل اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.